السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهاردة عندنا وصفة حلوة قوي للفاش الصعيدي اللي هو من بلده، اللي هو على حق. تمام. النهارده تعمله لنا الحاجة، ربنا يخليها ويديها الصحة والعافية. ان طبعا كل واحد ليه تخصصاته، فهي طبعا ده حاجة بلدها وبتعمله لنا من القديم قوي قوي. فهي اللي هتعمله لنا النهارده، اللي هقول لكم هنعمل ايه مع بعضينا. طبعا عشان انا ما كنتش هصور فيديو الفايش، بس في واحده حبيبه ليا فقالت لي حبيبه طالما عامله فايش يا ريت تديني الطريقه. فانا دلوقتي بعمل الفيديو علشان خاطر حبيبتي اللي كانت عايزه طريقه الفايش. وطبعا كلكم حبايبي يمكن تستفيدوا وتطلعوا منه ان شاء الله بحاجه تفيدكم. هنا طبعا عايزه اقول لكم الخميره اللي احنا بنعملها ديت. الخميره دي عباره عن 2 معلقه من الحمص بتاع السبوع، عارفينه الحمص اللي احنا بنعمل بيه السبوع، ومعلقتين سمسم. هنحط عليهم ربع كيلو لبن سخن جدا نازل من على النار، ونبتدي ان احنا نحطه في البرطمان ونقفله ونغطيه في مكان دافي جدا. انا كنت شايلاها في الدولاب. تاخد وقت قد ايه يا حبيبه؟ انا عملتها النهارده الساعه 3 العصر، طلعت لي تاني يوم الساعه 3 العصر. بتاخد 24 ساعه. هنا بقى بنعمل ايه؟ هنا بنعمل خميره تانية عشان نعجن عليها الدقيق الكبير. تمام. هنحطها قد ايه او المقدار بتاعها قد ايه؟ رتلين من الميه عليهم كيلو دقيق، عليهم باكو خميره فوريه، وفضينا كل اللي في البرطمان. تمام. قلنا اللي في البرطمان 2 معلقه سمسم، 2 معلقه حمص من بتاع السبوع، الحمص بتاع الاكل ده. تمام. وطحناهم وحطينا عليهم اللبن السخن، حطيناها في الدولاب لمدة 24 ساعة. ولما طلعت وشفتوا شكلها بالمنظر ده، ابتدينا ان احنا ننزلها على الخميرة ديت. الخميرة دي هتاخد معانا من ساعتين لساعتين ونص، لحد بقى ما نجهز الحاجة بتاعتنا. الحاجة بتاعتنا اللي احنا حطينا في الطبق دي كمية الدقيق اللي انت عايزاه. هقول لكم على المقادير وبعد كده هقول لكم كمية الدقيق. المقادير بتاعتنا: كركم، ريحة كحك، محلب، ذرة من الملح، ومفيش اكتر من كده. الكركم بتحطيه على حسب اللون اللي انت بترتاحي له، اذا كنت عايزة اللون غامق او اذا كنت عايزة اللون فاتح. فاحنا بنبتدي ان احنا نحط اللون المتوسط، لا عايزينه غامق قوي ولا فاتح قوي. هنا بقى الحاجة هي اللي هتعجن. هنا بقى شايفين الخميرة، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنبدأ مع بعضينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعجن بقى. هنا خدنا كل اللي في الحلة حطيناه على الدقيق بتاعنا. حطيتي 5 كيلو دقيق ماشي، حطيتي 3 كيلو دقيق ماشي، حطيتي 2 كيلو دقيق ماشي، اللي انت عايزاه. المهم عندنا ان احنا عن نفسنا عشان عيلة، انا ونسوان اخواتي وامي وناس تانية معانا، بنعمل عجنة واحدة وبنقسمها. ناس مش غريبة يعني، خالات أمي وكده، فبنعمل عجنة واحدة. احنا هنا عاملين 10 كيلو. تمام. انت حابة تعملي 2 كيلو 3 كيلو 2 كيلو، هي نفس الخميرة. انا عايزة اقولك ان الخميرة دي ممكن تعجني عليها 50 كيلو دقيق كمان. فاحنا عاجنين كله على بعضه عشان خاطر ايه؟ هنسويها تسوية واحدة. تمام. اللون زي ما انت شايفة، ما يغركيش ان اللون دلوقتي فاتح، لا انت لما تبتدي تحطي السوائل هيبان معاكي اللون. ولو حسيتي ان اللون فاتح شوية، فانت كمان هتحطي في اللبن اللون الكركم اللي انت عايزاه. هنا بقى مكان الحلة اللي فيها الخميرة حطينا اللبن، واحنا هنعجن بلبن. مبدئيا كده 10 كيلو معايا بياخدوا 5 كيلو حليب، 10 كيلو دقيق بياخدوا 5 كيلو حليب. هو هيبقى طري يا حبيبة؟ ايوه لازم يبقى طري، هتشوفوه معايا دلوقتي. لان كل العجينة بتاعتك ما هتبقى طرية كل ما هيعلى القرص معاكي وينتفخ. اما لو كانت شديدة وقاسية مش هيطلع معاكي هش من جوه ويتحمص معاكي بسهولة. طبعا مش هنضيع الخمر اللي في الحلة. حطينا اللبن زي ما انتم شايفين كده ودوبنا فيه الخميرة. نسيت اقول لكم، معلش حقكم عليا. احنا هنحط لكل كيلو دقيق نص كوباية سكر. كل كيلو دقيق نص كوباية سكر. يعني أنا ال10 كيلو دقيق حاطه لهم 5 مجات من السكر. تمام. عشان لما تيجي تنزليها في اللبن كده وهي محمصة تديكي تسكيرة حلوة معقولة. حابة تزودي مفيش أي مشكلة، بس ما تزوديش أكتر علشان ما يسحش معاكي وهو عالصاج. تمام. واحدة واحدة معلش، إذا كنت بتكلم بسرعة وإذا كان الفيديو سريع فعشان خاطر أنا متأخرة وعايزة أنجز لكم وأنزل لكم الفيديو، فحقكم عليا ما تزعلوش.
زي ما انتوا شايفين كده بنبتدي. بصوا بقى لما بنحط، كل ما بتحط سوائل كل ما اللون بيبان. فانا كده اللون ده حباه ومش عايزة اكتر من اللون ده. انتي حابة لون تاني مفيش اي مشكلة. العجينة لينة معايا ولسه بتتلت تاني، بياخد عجن كويس جدا جدا جدا. حابة طبعا كمية قليلة تعمليها في العجان مفيش اي مشكلة، بس احنا عشان العجنة كبيرة او الشغل بتاعنا النهاردة كتير قوي، فاحنا مش هنعجنه في العجان، بنعجن كده في المجور بتاعنا او الطبق بتاعنا. طبعا كنا عجناه وحطيناه ارتاح حوالي ساعتين، مش هيقعد معاكي اكتر من كده. وهتلاقيه بسم الله ما شاء الله خمر وملى المجور. طبعا انا علشان خاطر الوقت مستعجلين والدنيا مش متظبطه معانا، فاحنا كنا قطعنا. بعدين قلت البنات الحقوا، ده انا ما صورتش واحنا بنقطع في بدايه التقطيع. فزي ما انتم شايفين كده القرص صغير، وهتبتدي ان انت تحطي معاكي سمنه. عايزه اقول لكم واحنا بنعجن بعد ما خلصنا العجنه، معلش حقكم عليا سامحوني انا اسفه. بعد ما خلصنا العجين ولميناه باللبن، بتبتدي ان انت تجيبي لكل كيلو مج سمنه، لكل كيلو دقيق مج سمنه عشان تفدغي بيه العجينه. حلو الكلام. فاحنا طبعا حطينا على قد المقدار بتاعنا. ابتدينا ان احنا نسويه زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد ما سويناه، هو بيبقى القرص زي ما انتوا شايفينها كده، واحنا بنقطعها ونبتدي ان احنا نحمص اهو. برضو كانت التسوية بتاعتي جزء منها كتير راح، فحقكم عليا. التسوية بتاعتها تبقى على 190، عايزة درجة عالية. أول ما القاع بتاع القرصة بتاعتك بتحمر وتحس إن هي بتاخدي وش حلو، بتبتدي إن انت تطلعيها. وبعد ما بتطلعيها بتسيبيها تبات عندك ليلة. ما تقطعيش وتصبعي في نفس اليوم أبدا عشان ما يفرولش منك. تبتدي إن انت تهويه تقلبيه على وشه، يطلع معاكي زي كده القرص زي الفل. تبتدي ان انت تصبعيها وترصيها على جنبها بنفس الطريقة دي. تمام. يا رب ما كنش نسيت حاجة، ويكون الفيديو والله انا ما كنتش هنزله، بس عشان حبيبة قلبي طلبت مني. احنا بنتكلم وبتكلمني وبتقولي عملتي يا حبيبة فاشي السنة دي؟ قلت لها قالت لي يا بنتي ده احنا كنت عايزة اعمل وكده. فقلت لها على العموم الاجزاء اللي انا صورتها نزلها لك فيديو. فقلت برضو عشان حبايبي واخواتي اللي بيحبوا يعملوا الفايش في البيت وتحسوا ان هو صعب، هو والله مش صعب خالص. اهم حاجه ان انت تدفي العجينه الخميره بتاعتك الاولانيه اللي هي عملناها على السمسم والحمص، تداريها في الدولاب وتقفلي عليها وما تطلعهاش خالص ابدا ابدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش نسيت حاجة. ويا ريت لو كنت نسيت حاجة اكتبوا لي في الكومنتات او اكتبوا لي كلموني على الخاص، وانا اقول لكم ان شاء الله واحدة واحدة ايه اللي ناقص منكم وانا هجمعه. حقكم عليا تاني ان انا ما خدتش الفيديو خد حقه، بس والله بجد انا ما كنتش هنزله، بس قلت انزله لعل وعسى يفيد حد. اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.